أردون هرب مثل الكلب. whereas بمصر عندكم حسني مبارك العظيم اللي ضله قاعد ببلده لأنه وطني. شفتوا الفرق؟ شفتوا شلون كل شيء وضح؟ شفتوا شلون كل اللي طلعوا قالوا انه امي هي الخاينة وامي هي وامي الخاينة، امي المشلولة، امي الهذا. يا رب هلا تكونوا يعني شايفين حالكم قد الصراصير، قد الصراصير. كل اللي طلع وقال كلمة سيئة بحق امي وبحق الثورة السورية الشريفة يكون وبحق بشار وطلعوا يطبلوا له لانه احنا كتير بسوريا اتعلمنا انه احنا نطبل، بس في الاحرار الاشراف مثل امي والثوار. طبعا انا ما بحياتي هيك كنت معبرة لهالدرجة، ولا بحياتي يعني حسيت بالشعور اللي انا حاسسته اليوم، ما بحياتي حسيته. بالاخر انا سورية وصار لي 14 سنة بعيدة عن بلدي، ومثلي مثل كتير ومثل امي طبعا، يعني اللي عاشت اكثر مني بسوريا واللي ابوها مدفون بسوريا ما عارفة تزور قبره، مثلنا كتير متايل واسوأ مننا. حاسين بشعور غير عادي لا يوصف. بلدنا رجعت لنا كأنه واحد حرامي يعني كان سارق بلدنا مننا، هو وعائلته اخذينا لإلهم. يعني شعور غير عادي انه بلدنا رجعت لنا، انه احنا بنقول سوريا إلنا، سوريا بلدنا، سوريا بلد الأحرار. ألف الحمد لله على سلامتك يا بلدي. يعني كتير كتير سعيدة لكل الشباب ولكل يعني أنا بس بدي أعرف، بشوف في ناس عم تبعت إنه انتو داخلين على شيء أسوأ، يعني حتصيروا مثل ما صار بليبيا والعراق أنا بس بدي لكم إنه شوفوا اللي كان عم بيصير. هو في شيء بالدنيا كلها لك جهنم كان بسوريا. لك هذا شيطان رجيم، هذا كان شيطان رجيم هو وعائلته. في أسوأ من العذاب والتعذيب اللي تعذبوش الثوار واللي تعذبوا الشعب السوري أصلا من قبل الثورة. في أسوأ من اللي كنا عايشينه؟ في شيء بهالحياة أسوأ؟ ما في. فإحنا متفائلين للمستقبل، اتركونا نفرح واتركونا نتفائل واتركونا حقنا ننظر للمستقبل، انه المستقبل حيكون كتير احلى من اللي فات. فبليز اللي عنده رأي اي شيء غير هيك غير تفاؤلي يتركه لحاله. وشفتوا شلون طلع خاين بالاخر؟ شفتوا شلون طلع ولا وطني ولا اي شيء؟ شفتوا شلون هو اللي طلع الخاين؟ شفتوا شلون الحقيقة بينت خيانته هو؟